طبعا كل الناس صحيت على موضوع الزلزال النهارده، سواء الناس اللي حست بيه او اللي ما حسوش بيه. بس يعني المختلف ان الزلزال المره دي شدته كانت كبيره. وفي ناس بتشبهه بزلزال 92 بنفس القوه يعني. طيب، انا مش طالع انصحكم الزلزال ونعمل ايه لما يحصل زلزال، مش ده موضوع النهارده خالص. الموضوع اللي عايز اقوله ان في ثانيه ممكن تلاقي دنيتك انتهت في ثانيه. هو الحمد لله ربنا قدر ولطف وما حصلش كوارث وما حصلش وفيات وما حصلش اصابات، يعني حاجات كلها بسيطه. بس اللي عايز اقوله ان الدنيا دي بجد في ثانيه ممكن كل حاجه تخلص. بنلاقي حوادث السيارات، بنلاقي حاجات زي الزلازل او الكوارث الطبيعيه، الحاجات دي كلها في ثانيه حياتك بتنتهي. فالصراعات اللي الناس عايشه عشانها، تلاقي واحد مخاصم اخوه عشان ربع ايراد ارض، مش عارف مين قتل مين عشان خاطر 10000 جنيه، ما تعرفش مين سرق مين عشان خاطر. يا جماعه الدنيا دي في ثانيه يعني هتخلص، في اقل من ثانيه هتخلص. فيا ريت الحاجات دي تبقى عظه للناس، ان الصراعات اللي احنا عايشين فيها دي كلها مجرد وهم مؤقت، وكده كده يعني رحنا في زلزال، رحنا في موتة طبيعيه. في النهايه هتعيش 20 50 60 70 سنه ايا كانت المده، هتخلص. فالصراعات اللي احنا عايشين عشانها دي، العالم كله والناس مقطعه في بعض، وناس تقتل ناس وناس تسرق ناس، عشان ايه ده كله؟ يعني ليه احنا ممكن نصحى ما نلاقيش نفسينا اصلا؟ يعني الواحد ممكن يصحى من النوم ما يصحاش اصلا، يعني ممكن فجأة كده بنتحاسب خلاص الموضوع انتهى. حتى لو ما حصلش زلزال، هو كده كده اللحظة دي هتيجي، احنا متفقين ان كده كده هتيجي. فانا بس دي النصيحة اللي بقدمها لكم. يا ريت اللي عنده مشاكل نفسية مع حد، اللي متخانق مع حد، اللي مخاصم حد على حاجة عبيطة اصلا، يعني راجع نفسك، راجع، روح شوف اخوك، شوف والدتك، يعني شوف صحابك اللي انت مخاصمهم عشان خاطر حاجات عبيطة. يعني راجعوا نفسكم، ربنا يحفظنا جميعا يا رب.